هل يكفي ان اتفرج على فيديوهات كتير على قناه متخصصه في مجال تخصصي ان احصل خبره كافيه في مجال تخصصي، ولا يكفي ان احضر دورات تدريبيه وكورسات في مجال تخصصي ان ازود خبرتي في مجال تخصصي، ولا الخبره اقدر احصل عليها من الشغل والحياه العمليه وبس؟ تعالوا في الفيديو ده نعرف سوا اجابه على كل الاسئله دي. مشكلة الخبرة هي مشكلة بتقابل أي حد بيقدم على وظيفة جديدة، وبيكون طبعا متطلب رئيسي من متطلبات الحصول على وظيفة إن يكون عندك خبرة كافية، والمشكلة بتظهر أكتر لما بيكون حديث التخرج. طب منين أنا لسه حديث التخرج وأجيب لك خبرة؟ طب ما أنا كنت بدرس، فهجيب خبرة منين؟ فده اللي هنعرفه في الفيديو ده ان شاء الله. في البدايه لازم نعرف انك تقدر تنمي حصيله معرفتك النظريه من خلال انك تحضر دورات او كورسات تدريبيه او تتفرج على فيديوهات على قناه متخصصه في مجال تخصصك، لكن الخبره العمليه بتيجي من تنفيذك للشغل نفسه. ده عامل بالظبط زي اللي معاه المكونات او المواد الخام عشان يعمل اكله معينه، وعارف بالظبط ازاي يخلط المواد ديت مع بعضها بكميات قد ايه عشان يحصل على اكله زي ما بنقول شهيه لذيذه. لكن تظل استفادتك وخبرتك مش مكتملة ما لم تقم بطبخ الأكلة دي بنفسك وتنفيذها على أرض الواقع. هيجي في ذهنك دلوقتي سؤال وتقول لي إذا الدراسة النظرية ملهاش لازمة ومحتاج إن أزود خبرتي عن طريق الشغل والحياة العملية بس، فهستنى لما أشتغل وأدخل الحياة العملية وازود خبرتي؟ هقول لك للاسف لا، لان الدراسه النظريه برضه مهمه جدا ولها اهميتها، لانك بالمعرفه النظريه بتعرف الاساس العلمي اللي انت بتقوم عليه او اللي انت بتعمل الشغل ده عليه، فلما تدخل الشغل وانت عارف الاساس العلمي اللي انت شغال عليه هيكون لك ثقل في مجال تخصصك. تاني حاجه من اهميه الدراسه النظريه ان الدراسه النظريه بتدي لك الاساسيات بتاع الشغل اللي هتشتغل فيه، لان اي مكان بتروح تشتغل فيه لازم يكون عندك الاساسيات للشغل ده، لان اللي هيعلمك ويدربك ببساطه مش هيكون عنده وقت ان هو يعلمك اساسيات، فلازم يكون عندك الاساسيات، ودي بتعرفها او بتتعلمها من الدراسه النظريه، ودي اهميه الدراسه النظريه. اذا لابد انك تكون ماشي على خطين بالتوازي، وهي الدراسه النظريه والتطبيق العملي عشان تقدر تحصل على خبره كافيه. نيجي لسؤال تاني مهم، هل الخبره العمليه بتتحسب بالسنوات او بالايام اللي انا بقضيها في وظيفه معينه؟ اقول لك ان الخبره العمليه مش بالوقت والعمر اللي بيعدي عليك في وظيفه معينه وخلاص، والا كان مثلا اللي عنده خبره 20 سنه مثلا في مجال المبيعات بيحقق مبيعات اكتر من اللي عنده خبره 5 سنين، وده طبعا مش شرط في تحقيق المبيعات اكتر. انما الخبره العمليه الحقيقيه هي بالايام وبالثواني اللي بتعدي عليك وانت في شغل معين وبتقابلك مشاكل وبتحاول تجيب حل للمشكله، او بتشارك مع فريق عشان توصل لحل المشكله. هي دي فعلا الخبره العمليه الحقيقيه اللي انت تقدر تكتسبها. وقبل ما نقول اخر جزء عندنا في الحلقه كده، اتكلمنا عن الخبره بالمحورين بتاعها او بالخطين بتاعها اللي هي الدراسه النظريه والتطبيق العملي، وعرفنا اهميه الدراسه النظريه، واللي بيقول الدراسه النظريه ملهاش لازمه قلنا اهميه الدراسه النظريه ايه، واللي بيقول التطبيق العملي مجرد ان انا موجود في مكان فانا كده اكتسبت خبره، برضه مش شرط بوجودك في مكان، انما زي ما قلنا بالثواني وبالدقايق بتعدي عليك وانت بتقابل مشاكل وبتحاول تحلها، مش مجرد وجودك في المكان. فدول المحورين بتاع الخبره واهميتهم وازاي نقدر ننفذهم، الدراسه النظريه والتطبيق العملي. نيجي لاخر جزء عندنا وسؤال مهم جدا، ازاي اكتسب الخبره العمليه وانا لسه طالب بدرس في الكليه او حتى مرحله ما قبل الكليه؟ اول حاجه احب اقولها، طالما اخترت المجال ده او الكليه دي عشان تدرس فيها، فخلي الوقت ده او الفتره دي كل تركيزك على دراستك ومذاكرتك، لان السنه اللي هتعدي عليك صعب ترجعها تاني، فركز على الدراسه النظريه وانك تتخرج بالكليه بافضل تقدير. تاني حاجه، اشتغل في اي وظيفه بجانب دراستك طالما مش هتاثر اكيد على مجال دراستك، زي ما قلنا في النقطه الاولى. اي وظيفه طالما طبعا مش حرام تقدر تشتغل فيها هتزودك بمهارات، حتى لو مش مهارات او المعلومات دي مش في مجال تخصصك، بس كفيله ان هي تزودك بمهارات هتحتاجها فعلا وتكون خبره عندك في سوق العمل بعد كده. مثلا لو اشتغلت بتبيع في سوبر ماركت، فده يعلمك مهاره ازاي تتعامل مع الناس بطريقه كويسه، والمهاره ديت هيحتاجها اي حد في اي مجال. تالت حاجه، عشان وانت في مجال الدراسه تقدر تزود خبرتك، اشترك في الانشطه الطلابيه قدر الامكان، ومره تانية بدون ما تاثر على مجال دراستك. الانشطه الطلابيه هتعلمك مهارات كتيره جدا، المهارات ديت هتحتاجها فعلا بعد كده في سوق العمل، ودي كفيله ان هي تكون خبره عندك وتزود خبرتك بعد كده في اي مجال تشتغل فيه. وطبعا مره تانية بحيث ان انت توازن بين دراستك وبين الانشطه الطلابيه. رابع حاجه، عشان تكتسب خبره وانت لسه في فتره الدراسه، حاول تقعد مع ناس او تجالس الناس اللي هم فعلا ذوي الخبرات. الناس دي مروا بمواقف في حياتهم تقدر تقعد وتستفيد منهم وتسمع للمواقف اللي بيحكوها وازاي يتصرفوا فيها ووصلوا لحل صح.
حتى لو وصلوا لحل غلط برضه اتعلم عشان ما تقعش في نفس الغلط اللي وقع فيه. لان احنا في حياتنا مش بنتعلم بس من اخطائنا، انما برضه بنتعلم من اخطاء الاخرين، لان الحياه قصيره جدا لو فضلنا بس نتعلم من اخطائنا الشخصيه، انما لابد ان احنا نتعلم من اخطاء الاخرين. حتى ولو لم تجد اشخاص ذوي خبره، حاول تفتح مواقع تخصصيه في تخصصك وتتعرف منها على مشاكل وحلولها. مثلا زي موقع تخصصي في مجال تخصصنا وهو اسمه CSB او كيميكال سيفتي بورد. ده موقع امريكي وله قناه على اليوتيوب، هسيب لك الرابط بتاعها في وصف الفيديو. القناه دي متخصصه في البحث عن الروت كوزز للكيميكال انسيدنت، يعني الاسباب الرئيسيه لاشهر الحوادث الكيميائيه اللي بتحصل حول العالم. فموجوده على القناه ديت اشهر الحوادث مثلا في مجال صناعه الاويل اند جاز او مجال البترول والغاز الطبيعي. فتقدر مثلا تشوف فيديو معين فتشوف مشكله وتعرف سبب المشكله وازاي تم حلها، او حتى لو كان التصرف خطا تعرف ازاي كان التصرف خطا وتعرف الحل الصح كان ايه. فالمواقع التخصصيه ديت سواء كان اي مجال تخصصك تقدر تستفيد منها، حتى لو لم تجد زي ما قلنا اشخاص ذوي خبره تقعد معاهم، فتقدر عن طريق القنوات والمواقع التخصصيه انك تزود خبرتك في مجال تخصصك حتى وانت في وقت ضغط. الخلاصه من الفيديو ده، عشان تكتسب خبره في مجال تخصصك لازم توازن بين الدراسه النظريه والتطبيق العملي. الدراسه النظريه لها اهميتها والتطبيق العملي برضه ليه اهميته، بس التطبيق العملي مش بكتر وجودك في الشغل، انما انك بكل يوم في الشغل بتحاول تزود نفسك ولو معلومه جديده، وانك لما بتقابل مشكله بتحاول تعرف سبب المشكله وازاي توصل لحل، او تحاول مع فريقك انك توصل لحل، مش بتعد ايام في شغلك وخلاص. لان فعلا اليوم اللي خبرتك بتزيد فيه مش هتحس بقيمته او مش هيحس بطعمه غير اللي ما عندوش خبره. فاجتهد كل يوم انك تزود خبرتك بالدراسه النظريه والتطبيق العملي بالتوازي مع بعض. في النهايه حابب اسمع راي حضراتكم في التعليقات برضو عن هل الدراسه النظريه هي الاهم ولا التطبيق العملي في انك تحصل على خبره في مجال تخصصك. شكرا لكم، كان معاكم عبد الله نبيل، وما تنساش شعارنا دايما welcome to my own world, leave a positive impression or just smile. شكرا لكم ونشوفكم على خير في فيديو جديد على قناه المعيد. سلام.